وحشتوني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم مطبخ ويا. مش تحطوا اللايك والاشتراك علشان يوصلوا كل جديد. هنعمل ايه النهارده؟ تعالوا نشوف هنعمل ايه. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة مولد النبي عليه الصلاة والسلام. هنعمل حلاوة المولد. تعالوا نشوف مع بعض. مقادير حلاوة المولد سهلة وبسيطة، والحلاوة غالية بره. هنشوف هنعمل ايه. مكوناتها بسيطة خالص. سكر من عندك، وحمص. هتجيبي كيسين حمص بس. عايزة تحطي عسل كلوكوز حطي لو عندك. عايزة تحطي عسل نحل. تعالوا نشوف هنعمل ايه. يلا. معانا هنا طاستين، ماشي يا حبايبي. طاسة هنحمص فيها الحمص. عايزين بس الرطوبة، لو في رطوبة ولا حاجة نشممه النار. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو. هنطلع منه ايه؟ هنطلع منه الرطوبة اللي هو الحمص. هنحطه على النار اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. معانا بقى الطاسة التانية نعمل فيها ايه بقى؟ معانا نص كوباية سكر. احنا هنعمل الحمص ده ربع كيلو. ربع كيلو حمص. مقادير ايه بقى ربع كيلو؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نص كوباية سكر وربع كوباية مية. نص كوباية سكر. هنحط ايه؟ ربع كوباية مية. ما تكتريش المية، كل ما هتكتري المية هتغيب معاكي العسل. اهو. بصي كده. وهنرفعهم على النار ومش هاجي يمهم خالص. اكنك بتكرملي سكر. مش هاجي يمه خالص. عندك عسل نحل حطي، عندك جلوكوز حطي. انا عندي ايه حبه الجلوكوز دول بس، هكمل بعسل نحل. هما اللي عندي فاضيين. اهي معلقه. اهي معلقه كده، وبرده مش هاجي يمهم خالص. بصوا شايفين اهو. اهو كده بقى. في المرحله دي اقلب فيه اما السكر ايه داب. بصوا في اختبار كده، نحطه في حبه، نحط حبه في ميه الساقعه. لو جمدت وعامل زي الازاز كده يبقى خلاص اهي. لا لسه نيه. لو جمدت معاكي وكسرتيها كده زي الحلاوه يبقى هي ايه كده خلاص. كده الحمص خلاص عملناه على النار. بصوا اهو. بصوا شايفين لسه شويه، حاجه بسيطه. هننزل بالفانيليا. حبه فانيليا، ايه ربع معلقه فانيليا. عندك ماء مورد حطي. بصي كده اهي. بصي اهي. اهي كده بصي هتتكسر اهي. اهي شايفينها اهي. كده خلاص اهي. اهي بصي اهي. كده خلاص. حطيت الكربونات انا اهو. بصوا اهو كده خلاص. كده خلاص اهو. بصوا اهو. كده نزلته على النار. هحط بقى ايه الحمص اهو. هنقلب على طول اهو. ما تسيبيش ايدك، قلبي على طول اهو. بصي اهو على طول بقى. نقل ايه هننزله في القالب اهو. ادهني بقى ايه زيت، رشه زيت كده اهو. هنزل بيه على طول اهو. في الحال ده بقى ايه على طول بقى ايه افرديها قبل ما تنشف منك. سخنه هي، حطيها حتى في بكيس. افرديها بكيس. هنفردها بكيس. هي سخنه خلي بالك قوي اهي.
هفردها بقى كده قوام. هسويها بقى كده اهي. امسكي الكيس وانتي بتفردي، هتبقى سخنه على ايدك. ربنا يكفينا شر النار وعذابها يا رب. كده بقى ايه، على طول بقى تقطعي على طول، قبل ايه، قبل ما تبرد، عشان لو سبتيها شويه مش هتعرفي تقطعيها. حسب ما انت ايه التقطيعه اللي انت عايزاها بقى. هي طريه شويه بس بعد كده بقى ايه هتجمد، هتشد. اه خلاص كده بقى. اهي كده بقى، دي الحته دي بقى العيال تاكلوها بقى، حته صغيره دي اهي. كده بقى هخليها تبرد اهي، بسلكها شويه من بعض. مش هطلعها خالص بقى دلوقتي الا لما ايه، الا لما تبرد اهي. خلاص. بصوا بقى هنعمل السمسميه بقى، ماشي يا حبايبي. اهو معانا زي ما قلت لكم اللي هي كربونات الصوديوم والفانيليا زي ما قلت لكم، نص مع ربع معلقه وربع معلقه. وهنعمل هنا برضو نص سكر وربع الميه زي ما قلت لكم. انا بقى ما عنديش عسل جلوكوز، هكمل بايه، بعسل نحل. بسم الله الرحمن الرحيم. هنحط نص كوبايه. اهي نص كوبايه اهي. نحط بقى ايه الميه اهي اهي، ربع كوبايه ميه اهي. حطي الميه كده من جنب البتاع كده كده كده، ما تحطهاش في النص اهي، شايفين؟ وهحطه على النار برده، مش هيجي يمه اهو كده، مش هاجي يمه خالص. السمسم اهو هنطير منه الرطوبه، ماشي يا حبايبي اهو. بس ايدك على طول فيه، تقعدي تقلبي فيه عشان ما تلسعش منك. بص السمسم شكله ما فيهوش اي حاجه، لو في اي حاجه اقعدي نقيه. والسمسم ده لونه حلو كده، بعد ما ياخد حبه التحمير، التحميصه هيبقى حلو. بصي اهو، مش هاجي يم دي برضو، سايباها. سهله خالص، ما فيهاش اي حاجه، وتكاليف بسيطه والله، مش مكلفه. اه حبه وخلاص، فرحي الولاد وخلاص. هاتيلك ربع وربع وربع. يعني بالنسبه للاسعار بره غاليه، الحلاوه غاليه، دي مش مكلفه خالص وفي البيت وضامنه. بس انا بعمل ايه، انا ما بقلبهاش. هنعمل بخة زيت برضو في الصينيه كده وتحضريها بس كده. بصوا كده اهي، انا حطيت المعلقه فيها كده بقى اما السكر ده اهو. بس وتقفي جنبها كده، تقعدي تقلبي برضو فيها شويه. والتيست اللي انا وريتهولك اعمليه اما تبقى في رغاوي كده، حطي حبه في ميه ساقعه. لو البتاعه اتكسرت معاكي زي الازاز كده خلاص، صبي على طول السمسم او السودانيه او الحمصيه. انا بس ايه، انا عارفه اللون بتاعها، مش يعني مش هعمل تيست.
انا وريتك اول مره. بصوا احط شويه الفانيليا، ها اهو. ايه، ربع معلقه زي ما قلت لكم. والبيكي وكربونات الصوديوم في الاخر قبل ما انزلها، يبقى خلاص بيبقى حاجه بسيطه. احط كربونات الصوديوم اللي هي بتاعت الفلافل. هي داخله كده على السوا. بصوا انا موطيه على السمسم ازاي، بقلب فيه. بصوا كده خلاص اهي. احط الكربوناتو بقى اهي. اهي. كده خلاص. كده هنزلها على النار. كده خلاص هنزل بقى ايه بالسمسم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقلبي على طول، ما تستنيش اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. بصي على طول بقى كده. هي سخنه بس ايه، معلش بقى استحملي شويه. ربنا يكفينا شر النار وعذابها. انا كده بقى هسويها واقطعها وارجع لكم تاني. كده هنعمل السودانيه مع بعض. حطينا اهو نص كوبايه سكر وربع كوبايه ميه اهو. بتكب الميه على جنب كده. بس بنحمص كده السوداني. معلقه عسل اهو، عشان قلت لكم ما عنديش جلوكوز. بس كده. تحطي العسل بعد ما ايه، ما يغلي شويه، عشان الجلوكوز خلص. نيجي باكله كده. هي برضو زي ما قلت لكم كربوناتو. ربع معلقه اهو. بس كده.
تقومي فرداها كده برضو. السمك اللي انت عايزاه، عايزه تخنيها عن كده اعملي اعملي. بس كده. سخنه. بس هنعمل السكينه زيت كده. سخنه. هنسيبها بقى ربع ساعه هنوريكم مع بعض. كده بعد ما قطعناها اهو، قعدت ربع ساعه كده، وتقطعيها بعد ايه ما تحطيها وترصيها بايدك، تعمليها وتقطعيها. بعد ساعه بقى طلعيها من الصينيه اهي. انا غلفت بس اللي هي السمسميه، والباقي بقى ما غلفتوش بقى. انتوا بقى لو عايزين تغلفوه كله غلفوا. ايه رايكم؟ اهي. ومش مكلفه ولا اي حاجه والله. بصوا الطبق ده بسم الله ما شاء الله اهي. شايفين الحلاوه؟ بصوا بصوا، شايفينها؟ سمعتوا؟ تعالوا بصوا، هاكل حته اهي. بص، قرمشه ما اقولكمش، وهشه جميله والله. بصوا شايفين؟ تاني هفتح لكم واحده اهي، جميله. ايه رايكم؟ ايه رايكم في الحلاوه؟ والله طعمها تحفه. كل سنه وانتم طيبين يا رب، يعود عليكم بخير يا رب، ومولد جو شريف ان شاء الله. وده الفيديو بتاعنا، ويا رب يكون عجبكم. متنسوش تحطوا اللايك والاشتراك علشان يوصل لكم كل جديد. حبايبي.